قريش ما تسمي محمد، العرب ما كانت تسمي محمد، يقولون ما عرف اسم محمد إلا ثلاثة، وكانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة، والسبب أنهم سرقوا هذا الاسم. لما سافر عبد المطلب في تجارة كان معه 3 رجال من كبار قريش، فالتقى بهم أحد الرهبان، قال: من أين أنتم؟ قالوا: من العرب، من مكة. قال: إنكم سيخرج فيكم نبي آخر الزمان اسمه محمدا. اللي رجعوا ذولي كانوا حريم حمل، فكل واحدة ولدت جابت ولد سماه محمد، هؤلاء هم ال3 فقط اللي سموا محمدا. فقال عبد المطلب: لماذا سميته محمد؟ يعني مو بمعروف الاسم عندنا، اسم غريب. قال: سميته محمدا ليحمده أهل الأرض فيصبح محمودا فيها، ويحمده أهل السماء فيصبح محمودا فيها. كأن الله أنطقه. يا جماعة ترتيب رباني، إعداد إلهي لهذا النبي في اختيار البيئة واختيار الآب واختيار الجد واختيار. وش السعادة بالنسبة لك؟ السعادة أنا أعتبرها خيال وهمي، لأنك إذا بحثت عن السعادة معناه أنك لست سعيد. أنا سعيد وراض بكل ما أنا فيه، فالسعادة لا يمكن الحصول عليها بالكلام، السعادة تنبع من الداخل. وكما قال الشاعر الجاهلي الحكيم الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وقت ما يغسلوك وانت ميتة بعد عمر طويل في طاعته وربي يكتب لنا حسن الخاتمة، تقول المغسلة: غطي فلانة، ردي بالك بشوي عليها، راح تحس الوقت ما تجي اللحظة اللي تظفر لك فيها شعرك وتلبسك القطعة الصغيرة، ومن بعد القطعة اللي من فوق مثل الخمار، ومن بعد القطعة الكبيرة وتلفها وكأنها حجاب كامل، وتهيئك وتلبسك وتقدمك لربك بكامل سترك وحجابك. سبحان الله، وأنت ميتة راح تلبس الحجاب غصبا عنك، راح تجي تلبسه لك بطريقتها الخاصة، لا موضة لا ماركة لا عطر زارة، قماش أبيض وفقط ومن النوع العادي، راح تلبسيه بالطريقة اللي ربي كتبها لك، لا شعرة طالعة لا شعرة خارجة من الخمار، لا ذرعك يبانو لا رجلك يبانو من السروال عالي تاع الموضة، لا فاصلة تزيري بها الحجاب. هل تعلمين عزيزتي، وأنت على قيد الحياة راح تدي أجر العبادة في لبس الحجاب، ولكن لما تموتي ما راح تدي الأجر، راح تلبسيه من غير أجر، وبعد هذا كله راح تتغطي كامل، ما راح يمسوك إلا محارمك وفقط، ولا يمسوك بيحطوك تحت التراب وتبدأ حياتك الأبدية، وراح تذوقي حرارة القبر والتراب. اعترضي وقتها وقولي تشدد كما كنت تقولي وانتي على قيد الحياة. الموقف رهيب ومخيف فعلا، وقدرة الله في ستر عباده جليلة. البسيه صح، فالدين واضح أخيتي. إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عنه. هل كان عندك علم أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ولم يجدوا أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الدنيا فإنهم يسألون عنهم رب العزة ويقولون: يا رب، لنا إخوان كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لم نرهم، فيقول الله عز وجل: اذهبوا للنار وأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يا الله، فإن لم تجديني في الجنة فاسألي عنه. لأن الدنيا يعطيها الله كل أحد، من يحب ومن لا يحب. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب أبدا، لا قيمة لها لأنها عنده سبحانه وتعالى. تجد الآن أغنياء الدنيا الآن كفار أبدا، وملوك الدنيا الذين يقولون أنهم ملك الدنيا، يعني أكبر ملوك الدنيا 4، 2 مسلمان و2 كافران، فما في مشكلة. فلا تظنن أن الإنسان إذا كان عنده من المال أنه حبيب إلى الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. لا أكرم الغني ولا أهان الفقير، بل هذه أرزاق الله يقسمها كيف شاء سبحانه وتعالى، لا شأن لها بمحبته جل وعلا. ولذلك تجد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده فقيرا لا يجد شيئا. نعم، يعني كان زاهدا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أهل العلم
بعض أهل العلم يقول ليس فقيرا وإنما كان زاهدا، لكن ما عنده شيء من متاع الدنيا لزهده صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يجيئه الأضياف يقول من يضيف أضياف رسول الله؟ ما عندي شيء أنا أضيفه صلى الله عليه وسلم، لزهده وبذله صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء متاع الحياة الدنيا، يعني إذا أعطاهم شيئا من الدنيا فمجرد متاع لهذه الحياة الدنيا. تبغى الله يسترك، لا تتبع عورة أحد، الله يعاملك بالمثل، إذا سترت سترت، إذا أعطيت أعطيت، إذا فضحت فضحت. إذا أنت سترت المسلم، من تتبع عورة امرئ مسلم، حطها هنا، تتبع الله عورته. من أقوى أنت ولا رب العالمين؟ حتى يفضحه ولو في جوف بيته. الله يحبك وينزل عليك النصر ويكون معك ويعطيك أجرك بغير حساب. وش هذا يا شيخ عبد الله؟ لذلك أحيانا بعض الناس إذا قلت له أصبر 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 قال ثم ماذا؟ وش ثم ماذا؟ ثم عطايا من الرب جل وعلا خير من الدنيا وما فيها. كم من رجل أحيانا أنزل الله عليه ابتلاء فكان معه ثم رحل البلاء وما زال الله جل وعلا معه، صح؟ كم من رجل كان قبل البلاء لم يكن شيئا ثم فاز بحب الله له ثم ما زال هذا الحب يغدق عليه ألوانا من الخير، لأن الله إذا حبك تولاك، صح؟ قد رحل البلاء فبقيت محبة الله لك، والله غفور شكور. أصبح الإنسان يريد أن يكون كل شيء في هذه الحياة، أن أصبر فأفوز الآن، أن أتحمل فأفوز الآن، أن يعني أجاهد نفسي ساعة ساعتين ثلاث فأنتظر أين هي الجائزة التي تعدونني بها. أحيانا ربما في هذه الحياة لا يريك الله جل وعلا شيئا، وإنما يختار الله لك نعيمك في الآخرة. ويا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت في هذه الدنيا عابر، أنت في هذه الدنيا عابر وسائر ومسافر، تحملك الليالي والأيام إلى الآخرة، فاستعد للآخرة، استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، اعمل لدار البقاء. تذكروا يا عباد الله دنياكم وآخرتكم، ولا تكونوا كالبهائم التي ترتع في هذه الدنيا وتنسى الموت، تنسى الذبح وتنسى الموت، لأن البهائم لا لوم عليها، لأنها خلقت لغاية وهي نفس. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم فرح هذا الرجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يفرح أكثر إذا تبت إليه. الله يفرح أكثر من فرح هذا الرجل. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كان على فراش الموت يقول والله ما في جسمي موضع شبر إلا فيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وتحط شبر لازم تحوش، يا ضربة يا رمية يا طعنة، مصاب، كل مكان مصاب. ثم قال وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. يعني تعرضت للموت، قتال، مواجهات، سيوف، تكسر، انكسر في يده 9 أسياف في مؤته، يقول ولا مت. وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. ثم قال فلا نامت أعين الجبناء. وليش خايفين؟ هو الإنسان ليش ما يقاتل؟